إدوارد سعيد البروفيسور الأمريكي فلسطيني الأصل اللي مر بمحنة كبيرة غيرت له حياته. اضطر هو وأهله من وهو صغير إن هو يغادر فلسطين من 1948. راح أمريكا لاجئ، بس ده خلاه يدرس وبعد كده يدرس في أكبر جامعات في أمريكا. بعد كده بقى أستاذ في جامعة كولومبيا، أستاذ زائر في جامعة بيل، عضو الجمعية الأمريكية للفنون والآداب، عضو الجمعية الملكية للآداب، عضو النادي الدولي للقلم. الراجل ده كان قارئ باللغة العربية وكاتب باللغة العربية. من أبرز الكتب اللي ألفها هو كتاب الاستشراق، اللي كان بعد كده مرجع للنقد الثقافي لدول كتير. كتب مذكرات خارج المكان اللي خدت بعد كده جايزة أنسفيلد. الراجل ده لولا الظروف والمحنة اللي تعرض لها واضطرته إن هو يسيب بلده ويسافر، ما كانش بقى هو في الآخر البروفيسور إدوارد سعيد. مش بس بقى البروفيسور إدوارد سعيد بروفيسور الجامعة، بالعكس، ده بقى صوت وسفير لبلده في كل مكان في العالم.